أعزائي في الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم تحلية اللي غادي تعتمدوها لرمضان ان شاء الله، سهلة وسريعة، واهم حاجة انها صحية وبنينة بزاف. كل ما غنحتاجو هو 3 ديال البنانات يكونوا متوسطين، معليش الا كانوا فايتين طياب. المهم ان راه كلشي غادي يتخلط في الخلاط. غادي نضيف له جوج معالق كبار ديال الكاكاو. من الاحسن يكون الكاكاو ذو نوعيه جيده باش ما يكونش فيها داك المذاق ديال المروره. من بعد غادي نضيفوا له 2 كيسان كبار ديال الحليب. عندي هاد الكاس عبار ديال 2 ديال الكيسان، وغادي نخلط المكونات مزيان. هنا انا درت تحليه يمكن لك ما ديريهاش. انا درت هنا دبس التمر. ديري العسل، ديري السكر، من الاحسن انها تبقى صحيه. ما ديريش السكر، خلي اعتمدي الحلاوه ديال البنان يكون افضل. بالنسبه لي انا درت واحد المعلقه صغيره ديال دبس التمر. غادي نحرك مزيان، من بعد غادي نديه على البوطه حتى يغلى، يبقبق كما كنقولوا، يغلى مزيان مزيان. غادي نحط التحلية ديالي في كؤوس التقديم. غادي نغطيه مزيان وغادي ندخلو للثلاجة ليلة كاملة. التحلية ديالي من بعد ما خرجتها من الثلاجة وخليتها ليلة كاملة، هذا هو القوام ديالها. تزيين حسب الرغبة وحسب المتوفر. انا كان عندي الكاكاو زينت به، وهذا مكان. شوفوا لي، روعة، المذاق هائل بامتياز، ما فيهش المذاق ديال البنان. اللي ما تيبغيش النكهة ديال البنان، كريمي بنين، الحلاوة هي هذيك. اهم حاجة انه صحي الوليدات، وغتعتمدوا ان شاء الله في رمضان. الله يدخلوا لنا بالصحة والسلامة. سلامة.